السلام عليكم. بهالفيديو عندي شكر وتعقيب ونقاط بطرحها ومواقف صارت ومشاكل واقتراحات لحلها. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع السائقين والشعب البحريني حبيت أشكر سمو رئيس الوزراء على طرحه موضوع المرور في جلسة مجلس الوزراء. بحط لكم الحين أنا الخبر، طلعوا بس اللي بين أقواس عشان تركزون وبقول لكم أنا بعدين. باختصار ان سمو رئيس الوزراء بحفظه يوم ذكر ان اعادة النظر في سرعات الشوارع، زائد ان الهدف في فرض الغرامات المالية على المخالفات هي الحد من المتهورين وليس تحصيل الاموال. ووجه سمو رئيس الوزراء الى زيادة حملات التوعية المرورية اللي صوب وتختص منها إدارة الثقافة المرورية. قبل لا ابتدي بإدارة الثقافة حبيت أأكد أن جميع السائقين في مملكة البحرين يدا بيد مع المرور للحد من المتهورين وليس مخالفة الجميع. احنا كسائقين أو أهالي بشكل عام في البحرين ما نبي أحد يكون من أهالينا بسم الله عليكم متوفي أو يصير أشياء بسبب التهور، وإحنا على استعداد تام إذا شفنا أي متهور في الشارع إحنا نسجل رقمه ونعطيكم إياه وتصرفوا معه. لكن يا إدارة الثقافة إن في الإعلام مجرد تبرير لتصرفات المرور وليس توعية مرورية وثقافية للسائقين. يعني مثلا يقول لك إن سرعة الشارع إذا كانت كذا إذا وصلت هالحد بيكون كذا، الخط الأبيض في الشارع إذا طفته بصير لك الكاميرا. قرار يصدر من إدارة المرور، أنت كإدارة ثقافية تخبرين السائقين وتثقفينهم عن كيفية عمل هذا الشيء، مو كلهم قانونيين. في ناس ضحكوني وضمن الردود اللي جاتني في الفيديوهات السابقة يقولوا لي أنت ما يصير تقول أو تطعن بالجهل بالقانون. مين قال أن أنا جهلت بالقانون؟ أوضح لهم شغلة إني أنا ما قلت ما في قانون مرور أو ما سمعت عنه، لا سمعت عن قانون مرور وأنا تكلمت عن الخطأ والحيدة في تطبيق القانون. تم وضع قانون المرور للردع وتصوير بدون فلاش للردع ومخالفة تيك بدون مسج للردع. خلونا نضرب لكم مثال. خلونا نفترض اني انا واحد متهور وعن 130 ما انزل وكله رايح، اشوف الكاميرا بدون فلاش رايح من محرق للسخير وراجع، وانا كمتهور في ظني ان الكاميرا ما تشتغل، وخلنا نفترض ان تسجيل سيارتي نهاية الشهر. اوكي، الله لا يقوله قبل الشهر بيوم سببت حادث بليغ، كفخت احد، سببت حادث بليغ الزبدة. السؤال اللي يطرح نفسه، وين اللي كان بيردعني؟ المخالف اللي بدفعها عقب ما طاح الفاس في الراس، ولا الكاميرا اللي بالفلاش او المسج اللي بيوصلني؟ موضوع ثاني، سرعة الشارع 100، 30% منها حسب نص القانون 130، الحد الاقصى 120 والحد الادنى 110. والحين صار عندنا شنو؟ 100 اللي هي سرعة الشارع، 110 الحد الادنى و120 الحد الاقصى، وال30% اللي هي 130. نص القانون قال تجاوز الحد الاقصى للسرعة اللي هو 120 وليس 110 او 100، تجاوز الحد الاقصى من 120 ل 130. اشخاص تكلموا قالوا ما عليكم، لا احد يفسر السرعة على كيفه والقانون على كيفه. ما فسرت القانون على كيفي، برويكم الحين. هذه ورقة من إدارة المرور، 100 هي سرعة شارع، 120 تصوير كاميرا، 130 اللي هي مقدار 30%. ما يبشي من عندي. فترة يقولون لك 1% ويقول لك 10% ويقول لك القانون واضح، الحد الأقصى بما لا يزيد عنه 120 ل 130. وحسب ما ورد من إدارة الشؤون القانونية في المرور قبل كم يوم أن المرور واضعين الحدود القصوى في الشوارع. برويكم الحين. زين، أنا الحين برويكم 3 صور من دول خليجية واضعين الحدود القصوى في الشوارع، وقولوا لي هل موجود في البحرين حسب ما ذكروا الشؤون القانونية؟ ما ادري يعني اذا شفتوا ولا ما شفتوا، هاي شيء انتم تحكمون فيه. ثاني شيء للمعلومة فقط، ترى اللي يسوق 50 كيلو في الهاي واي ترى يعتبر بعد مخالفة. عندي سؤال حق إدارة المرور، ايش قصة شهر 12 اللي فيه المخالفات؟ ناس تقول لي انه مسجلين سيارهم شهر 1 شهر 2 وشهر 3، قولوا لي انه ما علينا ولا مخالفة، وتفاجئنا نازلت لنا مخالفة ما شهر 12. وين اذنك يا حبشي؟ يعني هل الموظفين اللي ما دخلوها في ذاك الشهر يتحملون اغلاطها السائقين ويدفعونها؟ يعني ايش جرانا بعد تنزل من 11 و10 و9؟
عندي بعد سؤال حق إدارة المرور، إيش قصة إشارة الشيراتون والكاميرا مالتها؟ أغلب الناس اللي كلموني وكلمتهم عندهم هالإشارة، إيش قصتها؟ وبعد بضرب لكم مثال. واحدة كلمتني قالت لي إن أبوها في ضعف نظر، بسم الله عليكم، وسيارته قديمة وما حيسوقها إلا هو وما يطلع برا المحرك. قالت لي بنودي السيارة حق يسجلونها. شيكنا لا علي مخالفة، شنو المخالفة؟ شيراتون، شلون ما أدري. قصة ثانية، واحد كلمني إنه بيع سيارته في الكاترة، خلص موضوعها وعقب بيروح بيسجل سيارته الثانية قالوا له عليك مخالفة ووقوف خاطئ. وقال لهم يا جماعة أي سيارة؟ أي مخالفة؟ أي وقف خاطئ؟ قالوا له ذي السيارة. قالوا لهم سيارة بايعها وهاي ورقة رسمية مالت المرور. قالوا له ادفع ودفعوه مسكين. نروح حق نقطة وايد 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 مهمة، اللي هي إذا كان ولي أمر عنده 5 سيايير حق عياله وعياله يسوي مخالفات والولي أمر يبتلش. الناس قالوا لي ليش ولي الأمر ما يسجل السير بسمي عياله ال5 ويفكر وحاول يحل المشكلة؟ برد عليهم الحين. خلونا نفترض ان ولي الامر سجل السيارة باسم عياله، وواحد من عياله بما ان السيارة باسمه باعها. الحين ايش صار؟ ولي الامر عقب شي قليله يجي له واحد من عياله يبيع السيارة بدون اذنه. ايش سببتوا هالحالة؟ فقامت المشكلة بين الاب وولده ما حلتوها. واقتراحي عن هاي النقطة انه يكون نفس اقساط السيارة ينحط وراء مثلا اسم ولي الامر وقدام ملكية الولد. لأن بعد بعطيكم بشكل أوسع، لنفترض أن الحين ولي أمر عقب 5 عياله يبون نقاط فوق 20، انسحب ليسن ولي الأمر والرد استخدام سير عند عياله وسير الحين باسمه ويابوا مخالفات زود. الحين ولي الأمر مسحوب ليسنه وفوق 20 نقطة، زين الحين شو السالفة؟ آخر نقطة وآخر موضوع بالنسبة عن الاقتراح اللي تقدم للعمر افتراضي السيارة لتقليل الحركة المرورية. بقول لكم شيء، اقتراح بسيط لتقليل الحركة المرورية، وهالاقتراح اللي بقوله اوريدي مسويته واحدة من دول الخليج واتمنى البحرين يطبقونه بعد. الاقتراح هو ان سحب اللياصة من الاجانب ووضع شروط خاصة للحصول على الرخصة. مثلا الشخص الاجنبي انه يكون له خدمة في الوطن، لا عنده منصب، مستثمر، يعني توضعون شروط له حق يحصل رخصة، مو بكل من هب ودب. في هالحالة انتم بتسوون شيئين او بتحصلون على شيئين. اولا بتحدون من الحركة المرورية المزدحمة لان رالي يعلون اليوم ما يعرفون يسوقون. الحالة الثانية بيصير مصدر لدخل الدولة باستخدامهم لمواصلات النقل العام. في الاخير الكلام اللي قلته هو انتقاد بناء لإدارة المرور، واتمنى اعادة النظر حسب ما قال رئيس الوزراء الله يحافظه. ليش قلنا اعادة النظر؟ لان إدارة المرور قاعدة تخالف المتهور وغير المتهور وتحصل أموال فقط، هاي اللي باين. وأيضا احنا بعد نشكر إدارة المرور وندري إنه بيتجاوبون معانا، وأتمنى بعد إنه يمسحون المخالفات ونبتدي صفحة جديدة. واقتراح حق إدارة المرور إن أي مخالفة تكتب على السائق على الأقل أسبوع أو أسبوعين فترة سماح للطعن قبل لا تدخل في السيستم. الناس قالوا أوكي دخل على برنامج المرور او الحكومه الالكترونيه حق تعرف مخالفاتك. انا بقول لكم شيء الحين بعد صار. واحد قال لي انه تشيك البرنامج بالمرور الحكومه الالكترونيه ما عليه مخالفات، راح سجل سيارته قالوا له عليك مليون، قال لهم وين؟ قالوا له مسجل السيستم عليك، وين طلعت ما ادري. لحظه الحين احنا معلن شغل ولا ما شغله الا نجيب البرنامج المرور يوميا واسبوعيا وشهريا، انت اكل فيه مخالفه ولا لا؟ طرشوا المسج نفس السعوديه وخلاص. الحين احنا كل سنه نسجل سيارنا الجديده او القديمه عند المرور، اللي مسجل رقم تلفونه مسجل واللي مو مسجل يقول له روح سوي ابديت والسلام عليكم بالاختراع. وفي نهاية المطاف أتمنى من إدارة المرور إعادة النظر، ومن إدارة الثقافة مثل ما قال رئيس الوزراء زيادة الحملات في التوعية المرورية، ورجاء خاص من جميع السائقين وبالأخص الشعب البحريني عدم الانصياع إلى كل من يدعو إلى مظاهرات ضد المرور. والسلام عليكم.